لا تقولولي بقى البان سويسرا ولا اي طاسة جبنة في العالم، احنا هنعمل بنفسنا في البيت اجمل طاسة جبنة في العالم وباسهل طريقة ممكنة. يلا بينا الاول كده نحمر كام وحداية ستريبس كده كانوا عندنا في التلاجة. هنقلبهم كده بقى من فوق ومن تحت لحد ما بياخدوا لون معانا حلو كده ذهبي من كل جنب. نركز عشان ما نطلعهاش وهي مش مستويه كويس، نستنى كده بالهداوه لحد ما تستوي معانا خالص، وبعد كده بقى هنشيلها على جنب. محتاجه بس اقول انه لو مفيش ستريبس طبعا ده مش ضروري، مش هو ده الاساس في الوصفه بتاعتنا ونقدر عادي نستغنى عنه. هناخد بقى قطع الستريبس اللي حمرناها دي، هنقطعهم كده لقطع صغيره خالص، مكعبات يعني صغيره مش صغيره قوي بس تبقى حجمها حلو. وفي طاسة بقى كده على النار هنزل بمعلقتين كبار من الزبدة وكمان معلقتين من الزيت، وهنزل بالبسطرمة بتاعتي واديها كام تقليبة كده علشان بس تستوي معانا، احنا اكيد مش هنستخدمها يعني نية. بعد ما استوت معانا البسطرمة بالشكل ده هنطلعها، بس هنستخدم الطاسة تاني مكان ما حمرنا البسطرمة. انا عايزة الطاسة بتاعتي تبقى طعمها بسطرمة اكتر حاجة. مكان البسطرمة هننزل بتقريبا معلقة ونص من الدقيق، وهنقلب الدقيق كويس قوي لحد ما يختفي معانا مع الزبدة وكل الكلام ده. بعد كده هننزل عليه بكوباية كبيرة من اللبن، وهنقلب كل الكلام ده شوية حلوين. هنقلب لحد ما الدقيق يختفي معانا تماما. اهم حاجة انه الدقيق ما يكونش ليه اي اثر عشان ما يكلكعش. بعد كده هننزل بشرايح من الجبنة الشيدر علشان تتعزز الطعم بتاعنا، ما هي في الاخر طاسة جبنة يعني اكيد مش هنستخدم حاجة او هنبقى حابين طعم حاجة يبقى باين اكتر من الجبنة. هنقلب الجبنة الشيدر لحد ما تسيح معانا على قد ما نقدر، عايزينها برضو تختفي. طبعا انا نوع الجبنة ما كانش عاجبني قوي، حسيته مسحش زي ما انا عايزاه. بعد كده هننزل بكوباية من الجبنة الموتزاريلا وهنقلب برضو لحد ما الجبن كلها تسيح. احنا طول الوقت بنقلب فيها ما بنسيبهاش ولا لحظة. شايفين لي بقى مطة الجبنة طالعة حلوة ازاي، خطيرة اصلا، شكلها يجنن من قبل ما تخلص. يعني انا عايزة دلوقتي حالا اقوم اكلها، اجيب شوية عيش واكل وبس يعني. هنفضل نقلب فيها على النار لحد ما تختفي الجبنة تقريبا معانا تماما والخليط بتاعنا كده يغلي. بعد كده بقى هنقدمه، هنحط عليه بقى شرايح البسطرمة اللي احنا اصلا كنا جهزناها، وكمان القطع الستريبس اللي احنا حمرناها في الاول خالص دي، فاكرينها طبعا. هنحط كل الكلام ده. انا كان عندي بقى شوية هالوبينو كده نزلت بيهم على الطاسة، بيعملوا ميكس كده مع الفراخ مع البسطرمة حكاية. ما اعتقدش ان احنا محتاجين كده اكتر من شوية عيش سخنين. يلا بينا بقى نجربها كلنا.